لو عايزة بقى الراحة النفسية والسعادة الزوجية اتفرجي معايا بقى على الفيديو دوت. وقبل ما نبدأ أي كلام كده نسمي الله. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا صلي على النبي كده حبيبتي، واشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والنهاردة ان شاء الله هكلمكم في موضوع مهم عشان تبقى كل واحدة سعيدة كده في حياتها، وربنا يسعدنا جميعا يا رب. النهارده عامله معاكم روتين كده غسيل السجاد، ونتكلم مع بعض ندردش حبه كده عشان بقى حبيبتي تبقى سعيده في حياتك كده، ما تبقيش نكديه. عارفه يعني ايه نكديه؟ يعني مش نقول ما يدخل من باب البيت كده عيالك عملوا عيالك ايه يا حبيبتي، اهدي شويه بالراحه على نفسك. خليكي ليكي شخصيه معاهم، يعني يخافوا منك. طب انتي ما يخافوش منك ليه؟ انتي قبل ما هو يجي لازم انتي يخافوا منك زي ما يخافوا منك. فده برضو سبب بيجيب مشاكل كتير. وخلي بيتك دايما نظيف كده. يعني انتي لو قمتي دلوقتي غسلتي الفرش وفرشتي غيره سواء قديم سواء جديد، بصي انتي نفسيتك ذات نفسك هترتاح. فالنظافة والمكان لما يكون نظيف ومرتب بيخلي الانسان مرتاح نفسيا. انما لو المكان مش نظيف وفيه بهدلة كتير بتبقي حبيبتي انتي متضايقة وهو متضايق وحياة كلها مشاكل. فرتبي نفسك كده ورتبي حياتك. دولابك تفتحي تلاقيه منظم، دولابه هدومه تبقى متطبقة، هدومك تبقى متطبقة، انتي ذات نفسك عينك هتشوف حاجة حلوة. فالنظافة دايما بتجيب نظافة، والبهدلة بتجيب كارثة. فيعني احنا في ايام العيد عادي بتبقى البيوت كلها طبعا مش مبهدلة، بس انتي طبعا بتنزلي الدولاب وتعيدي تطبيقه من تاني حتى لو متطبق عادي، بتفرق معاكي. هتقولي لي طب ما هو متطبق، لا عادي، شيلي فضي الدولاب وطبقيه تاني، هتفرق معاكي. وشوفي الشكل هيفرق، وانت هتيجي تفتحي الدولاب هيبقى نفسك تفتحيه. بحب افتح دولابي احس ان هو لوحة فنية كده، مرسوم، مفيش حاجة خارجة عن حاجة، مفيش حاجة زايدة عن حاجة. هدومه منسقة، هدومي منسقة، هدوم الاولاد طبعا. انا عندي بنتي مريم عندها سنة بطبق لها هدومها. هتقولي هدوم البيبي ده بتطبق؟ فخلي دايما كده حياتك مرتبة. والحيطان امسحيها، اي حاجة كده تقابلك اعمليها. كنا النهاردة بقى بنغسل السجاد، وطبعا كنت شايلة الفرش معاكم وغسلت برضو السجاد معاكم. هنمشي مع بعض خطوة خطوة كده لحد ان شاء الله بإذن الله لما نفرش الشقة. شلته امبارح وغسلته تاني يوم، يعني مش كله في يوم واحد. شلت النهاردة الفرش وروقت، بكرة هغسل السجاد كله. وان شاء الله برضو اعمل الاوض معاكم، ونطبق برضو الدواليب وحاجات كتير يعني. ولسه ما اشتركتيش بقى في قناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا حبيبتي انزلي اشتركي كده. فيها ناس لسه نايمة وما غسلتش سجاد. ده العيد على الشارع يا جماعة، ليه كده بس؟ كنت بقى بغسله كويس. بصوا السرعة اللي انا بغسل بيها ما شاء الله عليا. غسلته طبعا كده بقى هوبا تك هوبا تك، يلا السجادة نطفت على طول. واجيب مية واجيب مية واجيب مية واشد، اجيب مية واشد، يلا بسرعة كده على طول. الشغلة في الانجاز، تسيبي الشغلة تتراكم عليكي تخلصيها على طول ترتاحي. اسمعي كلام اختك ترتاحي. همسك برضو الحيطان كده كلها. هنا كده كنت غسلت سجادتين صغيرين، دي السجادة الكبيرة تعبوني وانا بشيلهم، مكانش في حد معايا طبعا، ربنا احسن من الكل، بس تعبوني والله بجد. كنت على طول برضو هوبا تك اجيب ميه واكب، اجيب ميه واكب واشد لحد ما السجادة راحت زي الفل. نسيت اقول لكم على خلطتي اللي كنت حطاها في الكوبايه. الكوبايه دي على فكره مش بنشرب بيها ولا حاجه، لا،
الكوباية دي يعني بستعملها كده، ارش بها على الحيطة، ارش بها مية، مخليها للاستعمالات دي. فكنت حاطة في الكوباية بقى عندي ايه، كنت عندي حاطة اومو، ومش اومو المقاطعة طبعا، كنت حاطة اومو لا ليدر لا باهي، بستخدم الاتنين دول بصراحة. كنت حاطة في الكوباية ده اومو وبرسيل جل، مش برسيل برضو اللي هو، لا ده انا جايبة برسيل سايب، والدوني اللي انا بستخدمه فريدة، عشان برضو حاجات المقاطعة دي ما نستخدمهاش. كنت الاول بجيب البرسيل ده الاكياس، بس دلوقتي خلاص منعته والله. ومسكت برضو السجادة ديت برضو، يلا بسرعة كده اغسلي بسرعة يا ست، يلا غسلتها في ثواني، ما شاء الله عليا، من شاطرة. يا جماعة على طول السجاد ما بياخدش غسيل اصلا اهو، تعبت في ايه اهو، مسكتها على طول كانت ايه في ثواني يا جماعة، ما شاء الله اتغسل. ونعيد لموضوع تاني برضو، نجيب مية ونكب ونشد بالمساحة. ما كانش عاجبني الحنفية على فكرة اللي في الحمام، فقلت اجيب من المطبخ، قلت برضو ايه فكرة يعني، اجيب من المطبخ احسن من الحمام. على فكرة تقيلة وانا برفعها، ده الفيديو ولا متسرع، بس تقيلة جامد كمان. كده بقى كنت بشد المية، بصوا يا جماعة المية نضيفة، عشان انا سجادي بقاله شهر ما اتغسلش، بهزر على فكرة. لا في سجادة انا بفرشها فوق باب الشقة دي ممكن تقعد بالشهر والشهر ونص ما تتغسلش عادي. اما بقى السجاد انا عندي بديل له كتير، فاللي في اول باب الشقة دي ما بحبش اغير فيها، لاني بتبقى في اول المدخل، فبحبش اشوف السجاد جديد بصراحة، بيتبهدل. مسكت برضو الحيطة كده بقى من فوق لتحت، يلا بسرعة كده خليتها بتبرق. بس يا جماعة انا مركزة في شغلي على فكرة. جبت بقى المية، انا كنت طول اجيب المية في السقف، المية جت في السقف على فكرة، من فوق لتحت على طول. كده يبقى خلصت؟ لا طبعا لازم انشفها. جبت بقى عندي قماشة كده ونشفت حطي، ما شاء الله الحتة لمعت. يعني اغسل الجنب ده واسيب الجنب التاني؟ لا طبعا انتوا بتهزروا. رحت على الجنب التاني، بس طبعا اخلي بالي بقى عشان الجنب ده فيه كهرباء وفي حاجات. ده الباب برضو مسكته كده ايه، دعكته كويس، والحيطان كنت بحاول اعلق الرصيفة ما رضيش يتعلق، قلت له خليك مكانك عادي. ومسكت برضو كده كوبايتين مية كده من الجردل بتاعي،